أهلا بكم. اليوم اخترنا لكم شخصية رياضية معروفة، السيد شكيم براهم، رئيس مؤسس للجامعة التونسية للدراجات النارية والأنشطة التابعة طبعا سابقا، ومدير فني للنادي الكويتي للسيارات والدراجات النارية. حقائق تكشف لأول مرة على الخبر تيفي. السلام عليكم. شكيب البراهمي، رئيس مؤسس للجامعة التونسية للدرجة النارية والأنشطة التابعة، كذلك رئيس سابق مؤسس للاتحاد العربي للدرجة النارية، ونائب رئيس أول سابق للاتحاد الأفريقي لرياضة الدرجة النارية. سي شكيب، الجامعة التونسية للدرجات النارية والأنشطة التابعة لها في البيعة اليوم ما عادش نسمع من 2011 اليوم. شنو الأسباب اللي تخلي الجامعة ما عادش كما قبل، كما كنتوا قبل كان عندكم دور في دعاية سياحية في العالم ويشاركوا من جميع دول العالم تقريبا؟ يعني شنو الأسباب اللي وصلت لها الجامعة اليوم؟ شكرا على السؤال هذايا، لأنه حقيقة السؤال هذا يلزم يتطرح، مش نعرفوا على الأقل وين كنا وين صبحنا. رياضة الدراجات النارية وبالتحديد يعني الجامعة التونسية للدراجات النارية هي من الجامعات الأولى اللي توجدت في الرياضات الميكانيكية بصفة عامة، والرياضة وطبعا والجامعة التونسية كانت تشرف على تنظيم أكبر تظاهرة دولية في الاختصاص هذايا. نعرفوا اللي كنا ننظموا رالي تونس الدولي. رالي تونس الدولي كان مرحلة من مراحل بطولة العالم لرياضة الدراجات النارية، كذلك للسيارات. يعني كانت تونس كانت تحتضن أكبر رياضة عالمية، أكبر تظاهرة عالمية في الرياضات الميكانيكية بصفة عامة. مكسب كبير. طبعا الرياضة متاعنا هي عندها واجهتين، فما واجهة رياضية وكذلك واجهة سياحية. كان مردود كبير ياسر تعكسوا الرياضة هذه على السياحة التونسية. يكفي أني باش نقول معناها خلال تنظيم رالي تونس الدولي كانت التظاهرة هذه كانت تواكبها أكثر من 100 قناة تلفزية. الصحافة المكتوبة حدث ولا حرج، يعني مئات الصحفيين اللي كانوا يواكبوا هذه، غير المواقع الإلكترونية، غير الدعاية الكبيرة اللي كانت يعني تعملها الرياضة هذه لبلادنا. للأسف في ليلة وضحاها التظاهرة هذه تتسحب من تونس في تعتيم كبير ياسر. التظاهرة هذه للأسف تأخذها منا وتسحب البساط منا دولة عربية خليجية، تأخذ التظاهرة هذه بدون أي ردة فعل من المسؤولين اللي تولوا يعني الإشراف على الرياضة هذه. وأذكر يعني الجامعة التونسية للدرجات النارية. كنت أنا خلال إقامتي في دولة الكويت اللي انتقلت لها للإشراف على إدارة الفنية بالنادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية. نشوف صور على المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الغطاء وقتها أنه يعني الظروف الأمنية وظروف اللي مرت بها تونس يعني في السنوات الأولى بعد 2011 هي اللي خلت معناها التظاهرة هذه يعني تتسحب منها وتمشي للمغرب. نجاوب لهنا انه في شهر مارس 2011 يعني بعد الثورة بشهرين وشوية التظاهرة نظمناها وكانت ناجحة، وجاو قرابة 1500 سايح في تونس وبالجنوب التونسي، يعني خلال الفترة اللي كانت نوعا ما يعني صعيبة، ومر الرالي بنجاح، وكانت جولة من جولات بطولة العالم. يعني لهنا السؤال يتطرح، كيفاش يسحبوا من تونس جولة
اللي هي تظاهرة كبيرة معناها اللي هي بطولة عالم بدون أي ردة فعل ولا أي معناها حاجة اللي استنكار، يعني لأنه هذا مكسب. هذا أنا نراه كأنه أصل تجاري تونسي تجي تفرط فيه في ليلة وضحاها. يعني الدولة اللي هي من حقها، أنا ما نلومش على يعني وخيالنا وهما يعني قدمت أشواط كبيرة ياسر دولة قطر في الرياضة هذه، واليوم نراو حلبات يعني كما حلبة لوسيل وكما يعني هنيئا لهم ومبروك عليهم هذا النجاح وهذا هذا النتائج الباهرة اللي قاعدين يحققوا فيها. لكن أنا تغيظني بلادي وتغيظني الرياضة التونسية اللي تونس كانت رايدة في الرياضة هذه، وكنا نمشيو نقدموا يعني في نعملوا في معسكرات معناها كما يقولون الأخوان بالخليج في الخليج العربي، يعني نعملوا ديستاج للقطريين للخليجيين بصفة عامة، وكانوا جاوا حتى حضروا معنا في سباقات ومعسكرات في تونس. في ليلة ونهار نلقاو رواحنا خارج القيادة في الرياضة هذه في العالم. يعني كان احنا هو تنافس نزيه هذا. يعني كنا احنا تونس وقت كنا نحضروا في المحافل الدولية ولا في أي مؤتمر دولي، يعني نحس يعني تلقى روحك جندي تدافع على حظوظ بلادك وعلى مكتسبات بلادك، لأنه كل دولة وهذا جايز كل دولة تحب تسحب الحاجات لها هي. يعني يحبوا كل واحد يحب ينجز ويحب يعرف بالسياحة متاعه ويحب يعرف بالرياضة متاعه، وهذا تنافس معناها هنا مشروع. لكن اللي مش مشروع انك تفرط في مكتسباتك بدون اي ردة فعل. انا هنا ما نلومش على الاخوة القطريين ولا على الاخوة الاماراتيين اللي بالمناسبة هذه كذلك نحييهم ونهنيهم. اليوم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات يعني الدكتور محمد بن سليم اللي هو إماراتي، وهذا شرف عظيم يعني للعرب بصفة عامة. لكن الكلهم يعني يخدموا على مصلحة بلادهم وقاعدين يحققوا في إنجازات لبلادهم. أنا من الحاجات المضحكات المبكيات اللي في 2011 جاتني مقترحات وتزكيات لأني نكون رئيس الاتحاد الأفريقي، طبعا بعد ما كنت نائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي، وكان الاتفاق موجود بيننا يعني في فترة تأسيس الاتحاد الأفريقي أنه الرئاسة تكون معناها الترناتيف يعني بين الجنوب والشمال. لما جات الفرصة وإحنا موقع يعني كتونس ووزن تونس وقتها في الرياضة هذيك، وكنت أنا مترأس الاتحاد العربي، يعني كان أعطاني نوعا ما من الأسبقية باش نكون أنا رئيس الاتحاد الأفريقي. راسلنا سلطة الإشراف آنذاك وربي يسامحه وقتها المسؤول والمشرف على الرياضة ابعث لي رد أنه يتعذر علينا تزكيتكم ولا تزكية تونس لموقع يعني لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي، لأنه هذا لا يرجع بالنفع على الرياضة التونسية. يعني المكتوب لليوم عندي بصراحة سأحتفظ به من عند المسؤول وقتها المدير العام للرياضة آنذاك اللي هو ربي يرحمه وينعمه، اللي هو أو مرحلة أولى طلب مني أني نستقيل. قال لي توا صارت ثورة في البلاد ويلزم المسؤولين اللي كانوا وقت بن علي كلهم تابع سلطة الإشراف، أي سلطة الإشراف الرياضية وقتها هو مدير العام للرياضة، لا يعني لا سبيل لذكر اسمه. لكن قال لي ماذا بيا تستقيل؟ قلت له لا، قلت له أنا راني رئيس مؤسس، إذا عندك عليا أي حاجة تخليني نستقيل خويا استعمل صلاحياتك، وما معناها مانيش مستعد أني نستقيل في رياضة اللي أنا أول حاجة ما كملتش الفترة النيابية متاعي فيها ومؤسسها وقدمت لها من الخدمات. يعني ما يخلي على الأقل واحد يخرج من باب الكبير ما يخرجش بطلب أنك تستقيل نظرا لأنك توجدت في فترة ما. ومش نقول معناها أنا بالعكس يشرفني أني انتميت لتونس في كل مراحلها، وأنا بالعكس ما نتملص من حد شيء. كانت فترة تحققت فيها الرياضة التونسية نجاحات باهرة. يعني قبل 11 جانفي
قبل 14 جانفي الرياضة كانت يعني الرياضة التونسية بكل صراحة كانت في أعلى المراتب، والمسؤولين اليوم يشرفوا على الرياضة هما كذلك انتموا للحقبة اللي أنا انتميت فيها، وما خلينا إلا الأثر الطيب، وما كنا نسعوا إلا على رفع الراية التونسية. كذلك اليوم المشرفين على رياضة الدراجات النارية في تونس، وأتحدى وأتحمل مسؤوليتي في كلامي، ولا واحد وضعيته اليوم قانونية. أسوا معايا الجامعة، هذا كنت باش نسألك عليه. أسوا مش ثم انتخابات كل فترة؟ هي صارت الانتخابات وصارت كل شيء. الإشكال اللي هو صاير إنه كل هيئة ما عندهاش الحق تترشح، أو كل شخص ما عندوش حق يترشح أكثر لفترتين نيابيتين. هذا القانون المعمول به من قبل حتى أعتقد سلطة الإشراف الرياضية والنظام الداخلي للجامعة التونسية، اللي أنا وضعت يعني ملامحه الأولى، واللي طبعا بالتنسيق مع سلطة الإشراف الرياضية. اليوم هما نفسهم اللي كانوا معايا في المكتب الجامعي، اليوم هما نفسهم متقاسمين المسؤولية في الجامعة التونسية. يعني اليوم كي نحكيو عندهم 20 سنة تونس ما جابش حتى إطارات إنها تخول لها باش تكون موجودة إلا الناس هذوما اللي هما موجودين مدة 20 سنة. كذلك وقع تعييني، وطبعا إذا مباشرة يعني بعد قرار تعييني في خطة أمين عام للاتحاد العربي للدراجات النارية، يعني فما ممكن برشا ما ينجموش يفهموا بالضبط. يعني أنا بالنسبة لي أنا أفتخر أنه وقع تعييني في الخطة هذه في جمهورية مصر العربية. نعرف شراسة المصريين في دفاعهم عن المواقع، يعني المواقع المسؤوليات والمواقع الهامة في الهياكل الرياضية الدولية. اليوم العجز اللي ربما جزء من العجز اللي تعيشه الرياضة التونسية هو عدم تواجد كفاءات تونسية وممثلين توانسة في الهياكل الدولية، معناها في الرياضات الكل. نعرفوا في رياضة كرة القدم، يعني تونس بعد ما كانت معناها رائدة، شفنا يعني وين وصلنا معناها اليوم بممثل ماخذ عضوية صغيرة يعني في الاتحاد الافريقي. لكن كنا قبل يعني تونس كان صوتها مسموع، وكانت عندها يعني كانت ممثلة في الاتحاد الافريقي يعني في مواقع هامة، وكنا عندنا تأثير كبير على القرار. هذايا نفس الشيء عشناه يعني نعيشوه اليوم في رياضة الدراجات النارية، لأنه سامحوني معناها فما ممثلين أنا نتمنى كان يستدعوهم في حصة تلفزية ولا حتى إذاعية ويخاطبوهم ويشوفوا ناس سامحوني معناها بمستوى ابتدائي أو ربما أقل، يمشيوا ويحضروا ويمثلوا تونس في مؤتمرات إفريقية ودولية. كي نقول إفريقية يعني تعتمد بدرجة أولى على اللغة الإنجليزية، وكي نقول دولية معناها على مستوى الاتحاد الدولي والاتحاد المتوسطي وكذا، يلزم يكون على الأقل يتقن اللغة الفرنسية، على الأقل مش ما يبيعوناش ويشريونه هو قاعد. يعني اليوم من الأشخاص فما شخص يعني موجود يعني ويعيش معناها ويمثل في تونس في هياكل معناها هامة، ويتناقش كيفاش الشخص هذا يسامحوني مش يدافع على مكتسبات البلاد، ومش يدافع على الحاجات اللي نجم ننفعوا بها تونس رياضيا ولا سياحيا، وتونس انها تاخذ تظاهرات كبيرة. صحيح يقول لك والله انا قاعدين ننظموا اليوم في حاجات يعني في حاجات بسيطة. نعرفوا الاتحاد الدولي دوره يعني يحب هو تنمية الرياضة في كامل أنحاء العالم، لكن فما تظاهرات من العيار الثقيل كما نحكيه على بطولة عالم ونحكيه على حاجات يعني يعني تضاهيها في القيمة، ولا نحكيه على سباق يعني يجيوه المبتدئين والهواة. لأنه لما يكون سباق ما يمتازش ما يحظاش يعني
يعني بقيمة كبيرة. طبعا الإعلام موش باش يجيك، والصحافة ماهيش باش تتبعك، ومش باش يقع تناول التظاهرة متاعك اللي هي معناها تتعدى تمر مر الكرام وما تكونش عندها الوقع الطيب يعني على رياضتنا. نرجع الموضوع انه اليوم سلطة الإشراف الرياضية، انا ما عندي حتى لوم على المسؤولين الحاليين بكل صراحة، لأنه كي نذكروا يعني اليوم سي كمال قديش، سيد كمال قديش وزير الشباب والرياضة، نعرفوا أنه هو رياضي وكان يعني رئيس جامعة في فترات يعني متتالية ويعرف الرياضة. لكن اليوم الأولويات نعرفوا أنه فما لي سبور سيبلي وفما لي سبور أولمبيك ولي سبور، يعني فما أولويات في الرياضة اللي هي الرياضة الميكانيكية ولا رياضة الدرجة النارية، يعني تحتل ممكن أهمية أقل. أما كي نشوفوا يعني بكل صراحة تجاوزات، أنا نعتبرها تجاوزات اليوم بعد ثورة الحرية والكرامة. نلقاو موظفين يتلقاو في جوز رواتب وهما يعني في إدارة عمومية ولا في وزارات، يعني يخدم في وزارة الرياضة، والسيد هذايا خويا ياخو في راتبه في شهريته يعني من وزارة الرياضة، ويتلقى منحة التي هي تعادل راتب شهري. والسيد هذايا تخول له نفسه انه يرفع السماعة وياخذ تليفون ويكلم يعني مسؤولين في دولة شقيقة، ويطلب منهم يعني انه كيفاش يعينوا شكيب الابراهيمي يعني في خطة امين عام، وانا ما نستحقش ومانيش جدير بالمسؤولية هذه. يعني بكل صراحة انا يعني لهذا السبب التجأت الى القضاء، مش معناها ينصفني في الموضوع هذايا طبعا بعد الحجج والبراهين الدامغة اللي موجودة، وكذلك ما وقعت حتى ردة فعل من الجامعة اللي أنا أسستها واللي أنا خليتهم معناها اليوم يجتمعوا فيها، مش يتناولوا ويذكروني معناها بحاجات سيئة. بكل صراحة يعني أنا نترفع أنه نخوض أكثر في الأمور هذه، لكن عندي ثقة كبيرة في سلطة الإشراف انها تهتم بالموضوع. اولا لانصاف الرياضه لا لانصاف شكيب الابراهيمي. اليوم مسؤولين عندهم 20 سنه يعني على الرياضه، في مشرفين على الرياضه هذه، في حين انه القانون ما يسمح لهمش باكثر من مدتين نيابيتين. يعني بكل صراحه سؤال نقطه استفهام كبيره، ولهنا نفهموا التداخل الموجود بين انه يكون موظف في الوزارة موجود في خطة كاتب عام قار، هذا على حسب الاختام اللي هو يمضي بها، كاتب عام قار في جامعة رياضية، هو في نفس الوقت اطار بالجامعة بوزارة الشباب والرياضة. بكل صراحة اكثر من سؤالي تطرح في هذا الموضوع. اذا يعني اللي انا هذا لفت نظر، انا نطلب لفت نظر من سلطة الاشراف انهم يوقفوا هذا الشيء هذايا. واذا فما اشخاص جديرة انها تكون تمثل تونس وتتحط الراية التونسية قدامهم، يكونوا على الاقل عندهم من المستوى ومن الخبرة ما يخول لهم انهم بالحق يمثلوا تونس احسن تمثيل. لانه مؤلم انه ناس خدمت وناس علات يعني عملت بكل ما في وسعها مش يرفعوا اسم تونس واسم رياضة الدراجات النارية التونسية في العالم، ونجيو اليوم نلقاو عبث كبير ياسر. ومنهم سامحوني، وهناك من الجامعة من هو اليوم حتى سامحوني في العبارة معناها لأنه مسلوب الحرية يقبع في السجن، ومش عارف أنه الأشخاص هذوما وهل وزارة الشباب والرياضة أكيد إن شاء الله يكون وقع إعلامها بالحاجات هذوما، لأن أنا راها تسيء
إلى الرياضة التونسية وإلى رياضة الدراجات النارية. سي شكيب، ما حكاية الرليف اللي في مصر اللي تشرف عليه سيادتك؟ علاش ما عملتوش في تونس؟ لا، لأني أنا غير مرحب بيا في تونس. أنا يعتبروني اللي أنا جيت يعني في عهد الجاهلية. احنا اليوم تونس للأسف فما ناس قسمتها إلى مسميات مختلفة، يعني منهم من وصف بالأزلام، ومنهم من وصف بالنظام البائد وكذلك. يعني أنا ما عندي حتى دخل، أنا مسؤول رياضي، وبل بالعكس أنا قدمت خدمات جليلة. أنا رئيس جامعة مؤسس، وبالعكس يعني خلينا الرياضة في العهد البائد اللي هما يسميوه، خلينا الرياضة في أعلى المراتب. اليوم خويا الرياضة منعدمة. اليوم نعرفوا اليوم العناية الفائقة من قبل رئيس جمهورية، ومن قبل وزير السياحة، ومن قبل الإطارات معناها اللي تشرف في البلاد على القطاع السياحي. راهو ليفينمونسيال راهو من أهم الحاجات اللي هي تساعد على استقطاب السياح ومعناها رفع يعني الأرقام السياحية. يكفي أني نقول في دولة البحرين، وهذا كان لي لقاء خاطف مع أحد الأمراء اللي هو مسؤول رياضي ورئيس اتحاد رياضي، يحكي لي على تاريخ المحطات الهامة يعني بالنسبة للمتعلقة بالإيفينمونسيال. يقول لي نظمت البحرين مباراة في الشطرنج ما بين كاربوف وكاسباروف. خلال التظاهرة ذي وبعد التظاهرة راو انه متابعة رهيبة في الإعلام، يعني العالم الكل تناول حكى على دولة البحرين، وورى يعني جمال دولة البحرين، وأحكي معناها على حاجات تختص بها دولة البحرين. يقول لي إنه عدد السياح بعد المباراة هذيك اللي هي رقعة على طاولة، رقعة معناها رقعة شطرنج. يقول لي خلت معناها عدد السياح يتضاعف مباشرة. البحرين انتقلت إلى مرحلة أهم، وبنات حلبة يعني في متاع سباق السيارات الفورمولا 1. واليوم يعني البحرين تحتضن من أهم جولة من جولات سباقات السيارات. ونعرفوا كي نحكيو على سباقات السيارات نحكيو على مصنعين، ونحكيو على شركات كبيرة هي تساعد على القيام يعني بالدعاية. مش في الآخر هما لأنهم هما قاعدين يعملوا في عملية إشهار لمنتوجاتهم سباقات السيارات اللي تدور بدولة البحرين. يعني هذا أنا حبيت أن نوري أنه التظاهرات كي تبدأ تظاهرة كبيرة في البلاد طبعا مش تكون هناك متابعة إعلامية كبيرة، وهذيك هي تساهم في أنها تعطي مردودية كبيرة للسياحة التونسية وتعرف بالإنجازات التونسية في العالم. عندك حاجة تضيفها سي شكيب؟ والله أنا حبيت يعني نشكر الخبر تيفي على أن إيلات الموضوع هذا أهمية، وتتبع يعني في رياضة الدرجة النارية في تونس اللي هي قاعدة تستقطب في أعداد كبيرة ياسر. اليوم قاعدين نشوفوا في مشاهد يعني بكل صراحة توجع القلب لما ترى تونسي أو مجموعة توانسة ما يسمون أنفسهم نوادي وجمعيات، وهما يعني يظهروا بصور غير لائقة بالرياضة. رياضة الدرجة النارية تتطلب خوضة، لازم الخوضة تكون على رأس كل سائق. فما شعار كبير يعني يتناولوه في عدة دول أوروبية، يقولوا لا تيت انتيليجنت سو بروتيج، يعني الرأس الذكية تحمي نفسها، وما تحمي نفسك إلا لما تكون لابس خوضة وتسوق معناها في دراجة نارية، حتى من خلال السياقة اليومية العادية. لأن الدراجة النارية قد ما هي آلة
أو مركبة كما يسمونها، يعني لطيفة ورائعة جدا، قد ما هي تولي خطر كبير في الطريق العام لما ما يحترموش قواعد سياقتها، لما ما يحترموش، لأنه الدراجة النارية راهو تعادل سيارة أو أقوى خلال وجودها في الطريق العام، وممكن يعني تضر السائق متاعها، وكذلك ممكن تلحق أضرار بالسيارات الموجودين يعني في الطريق العام. نداء كبير ياسر لكل مستعملي الدراجة النارية أنهم يمتثلوا لقواعد السياقة، ويعني بصوت عالي بكل صراحة نطلب من الجامعة التونسية للدراجات النارية، اللي ما عندي حتى رغبة في الرجوع إليها طبعا، وما عندي حتى رغبة أني أنا نأذي أي شخص موجود فيها، لكن الرياضة ذي عزيزة عليا برشا، ونحبها تكون في أعلى المراكز وفي أعلى المراتب، ونحب الراية التونسية تكون دائما مرفوعة. أجيبك سي معز على سؤالك، أنا اليوم نشرف على إن شاء الله من ضمن المشرفين على تنظيم رالي بجمهورية مصر العربية، كذلك سأكون منظم لرالي في الجزائر الشقيقة، وجمال المواقع في الجزائر. ويكفي أن نقول انطلاق رالي باريس دكار المعروف والمشهور كان من خلال الجزائر والصحراء الجزائرية، اللي مش يكون عندنا إن شاء الله مشوار في الفترة القادمة إن شاء الله، وش ننظموا إن شاء الله رالي باش يكون يحمل اسم تونسي جزائري، وإن شاء الله نحاولوا حتى من بعيد بعد يعني اعتماد تعمد، سامحوني، معناها إقصائنا من الرياضة، أنه نحاولوا نخدموا بلادنا على الأقل من زوايا أخرى، وكمنظم إن شاء الله، وربي يوفق الرياضة التونسية.